اصعب مرحله على اي شركه شحال ما كانت ناجحه في بلادها هو الوقت فين كتقرر انها تدخل شي دوله جديده بثقافه مختلفه بقوانين مختلفه وبمود كونسوماسيون مختلف. والدليل كاين في بزاف ديال الامثله بحال ستاربكس في استراليا، نسكافي في اليابان، اوبر في الصين الى اخره. ولكن البراند اللي لحد الان كسر هذه القاعده في كاع الدول اللي كتوسع فيها هي شركه بيلابان في مجال صعيب اللي هو المجال ديال الحلوى ولا دسر. شفنا كاملين لي فيديو اللي انتشروا في السوشيال ميديا في المغرب ديال الصفوف الطوال فاش حل اول محل ديال بيلابان في كازا في المعاري، وكيفاش البوليس اضطروا انهم يسدوا المحل بزاف ديال المرات بسبب الفوضى اللي خلق هذا الزحام وعدم القدره على السيطره عليها. والمغرب ماشي استثناء، لان بيلابان فين ما مشات كتقدر دير نفس ليفي، وقبل حتى ما توصل لاي بلاد كتلقى عشرات الالاف ديال الناس من ديك البلاد كيتسناوها وباغيين يذوقوا المنتوجات ديالهم. فكيفاش داروا ليها في الوقت اللي الماركات المغربيه كيعانيو في هذا المجال وهما في بلادهم؟ كيفاش جات براند من مصر وبتطبيق نفس الاستراتيجيه اللي داروها في بزاف ديال البلدان، في السعوديه، في الكويت، في الاردن، في قطر وفي الامارات، وقدروا يخلقوا الشهره وثوره كبيره ديال الكونسوماسيون ديال المنتوجات ديالهم. هذا الشيء اللي غنشوفوه بالتفصيل في هذا الفيديو، وغناناليزيو بالتفصيل استراتيجي ماركتينغ ديالهم. القصه ديال بيلابان بدات في عام 2021 من واحد الطبيب بيطري مصري سميتو مؤمن عادل، واللي كان في ذاك الوقت لا علاقه له بالطبخ وبالغيستوراسيون. مؤمن في واحد النهار شاف انه كاين نقص كبير في هذا المجال ديال الحلوى وديال لي ديسير في مصر، واي بيزنس كيحل في هذا المجال كيعاود تقريبا يدير نفس الحاجه، يا اما كنافه، يا اما الحلوى المصريه التقليديه، يا اما لا كريب ولا غوفر والايس كريم وداك الشيء. وهنا فين جاتو فكره بسيطه جدا، علاش انا ما نجيش نحل المحل ونبدا نخلط فيه اي حاجه حلوه كتعجب الناس باش نخرج دي فورمول اوريجينال ديالي ديال لي ديسير. لانه منطقيا لكن الناس مثلا كيعجبها الكنافه وكيعجبها المونغ وكيعجبها الايس كريم، لا شديت انا هذا الشيء كامل جمعته في حاجه وحده فراه غالبا غيعجبهم. وهكا كل مره ندير خلطه جديده بمكونات جديده، وهذا الشيء اللي كان. وباش يعطي داك لافه ديال ان هذه حاجه جديده ويخلي الناس يزيدوا يبغيو يكتشفوها، كان كيعطي لكل فورمول من هادو سميه جديده عمرها كانت، بحال الاشطوطه، البامبوزه، السالانكاتي الى اخره. وهذه بالمناسبه هي نفس الاستراتيجيه اللي كان دارها هاورد شولز المؤسس ديال ستاربكس. كل بواسون كان كيعطي سميه جديده، وحتى في الاحجام ستاربكس ما كتقولكش واش بغيتي سمول او لا ميديوم او لا لارج، عندهم سميات ديالهم ديال الاحجام اللي هما غراندي، فينتي وترينتا. وهكا بيلابان بدات في محل صغير في مدينه الاسكندريه، وهنا مؤمن عادل دغيا غيبدا يبان ليه البوتونسيال الكبير اللي كاين في هذا المجال. الناس عجبهم بزاف البرودوي، وهذه في الصراحه كانت حاجه عاديه، لاننا غالبا في الدول العربيه كتعجبنا اي حاجه حلوه بغض النظر على الكالوريز اللي فيها او لا واش صحيه ولا لا. وكان اللي جا عند بيلابان وجرب المنتوجات ديالهم كيعاود يجي مره اخرى وكيجيب معاه عائلته ولا صحابه باش يكتشفوا هذا الاختراع الجديد. وهنا مؤمن غيقرر يخلي خدمته كبيطاري ويتفرغ بشكل كلي لبيلابان. من ورا ما تفرغ بشكل كلي للبيزنس ديالو، مؤمن بدا كيفكر في شي استراتيجي ماركتينغ اغريسيف اللي يقدر يخدم عليها باش بيلابان يوصل لاكبر عدد ديال الناس. واول حاجه جات في بالو هي يخدم مع لي زانفلونسور والفود بلوغرز، بحكم الحب ديالو لنادي الزمالك والعلاقات القويه اللي كانت عنده داخل النادي. مؤمن كان كيعرف بزاف ديال المشاهير اللي حتى هما اعضاء في النادي. اهم واحد فيهم كان هو الشيف الشربيني اللي فايت كان طباخ في نادي الزمالك. هذا الشيف الشربيني تقدر تقول انه هو شوميشه ديال مصر وصاحب اشهر برنامج ديال الطبخ في العالم العربي. بمجرد ما الشربيني اكتشف بيلابان ولا كيدير فيديوهات كيشكر فيهم لا مارك والوصفات الجديده ديالهم. وهنا فين الشهره ديال بيلابان غتفرقع في مصر كامله، وغتبدا تاتيري دي ترونش داج جداد بحال الناس الكبار والعائلات. يقال انه من بعد الشيف الشربيني دخل حتى هو كمستثمر في بيلابان، الشيء اللي كيتاكد فاش كنشوفوا الفيديوهات الكثيره اللي ولا كيديرهم في كل مره بيلابان خرجت شي وصفه جديده. وهذا الشيء خلى مؤمن عادل ما يحتاجش يزيد انفيستي في لي زانفلونسور، لان لي زانفلونسور من عندهم مع البوز الكبير اللي دارتو بيلابان ولاو كيجيو يجربوا الوصفات ديالهم ويبارطاجيوها في الكونت ديالهم. ولكن في وسط هذا الشيء وعن طريق الصدفه مؤمن عادل غيطيح على التكنيك ماركتينغ اللي غتخلي بيلابان دوز نيفو اخر من التوسع ومن الشهره. تكنيك ديال الاي جي سي، ماشي اليو جي سي، الاي جي سي، الامبلوي جينيريتد كونتنت. في واحد من الايام العاديه في المحل ديال بيلابان في الاسكندريه، واحد من العمال غيدير فيديو على اغنيه كانت طوندونس في تيك توك وهو بلونيفورم ديال بيلابان وكيوجد لي كوموند ديال لي كليون ديالهم. شد هاد لا فيديو بوبليها في تيك توك وهو يدير البوس في مصر، ومع الاكله اللي كان كيصايبها ديال بيلابان كانت حتى هي في شي شكل. كلشي ولا باغي يعرف فين كاين هاد بيلابان وفين كيتباعوا هاد لي ديسير اللي كيصايبوا. في هاد اللحظه مؤمن عرف راسو طاح على الهاك اللي غيخلي بيلابان تنتشر في مصر كامله. هو اصلا عنده برودوي في شكل واللي داقو كيعجبو، الحاجه الوحيده اللي خصو يدير هو انه يقدم هاد البرودوي في دي فيديو فيغال باش كلشي يشوفها. وبما انها بدات من عند عامل خدام في بيلابان، فعلاش لا ما نبقاوش غاديين بنفس هاد الطريقه ونفس هاد الاستراتيجي؟ كاع لي فيديو يديروا هاد زومبلويي ديال بيلابان ويخدم ريسبونسابل ماركتينغ اللي بقى يوجههم ويقلب لهم على الترندز اللي يديروا فيديوهات عليها. والذكاء هنا هو ان بيلابان بنات البوليتيك دو ريكروتمون ديالها كامله على هاد الاي جي سي. يعني الا بغيتي تخدم في بيلابان واخا تكون باغي تخدم عساس، وخصوصا لي بريباراتور ديال لي كوموند، خاص من الاول يكونوا موافقين انهم يبانوا في لي فيديو ديال لا مارك ويكونوا مقبولين في المظهر ديالهم وقادرين حتى هما يخياو دي كونتوني. ولكن انت كتقول مع راسك ان هاد الشرط غيخليهم يتعذبوا باش يلقاو ناس مناسبين باش يخدموا معاهم. فغنقول لك بالعكس، الفيديوهات ديال بيلابان اللي كتبين الجو الزوين ديال الخدمه واللي خلى الانتماء ديال العاملين والعلاقه
العلاقه ديالهم مع الشركه تزيد تقوى، خلى اي واحد يحلم يخدم في بلبن. وهكا بمجرد ما كيلوحوا عرض عمل في اي بوست كتلقى المئات ديال الناس باغيين يخدموا عندهم. ومع نجاح هذا الموديل ديال بلبن بدات رحله التوسع ديالهم الصاروخيه في مصر، بحيث افتتحوا اكثر من 30 محل ديالهم في عام واحد بمعدل محل جديد كل 12 يوم. ثم داروا اول توسع ديالهم خارج مصر في الرياض عاصمه السعوديه في مارس 2023. الدخول ديال بلبن للسعوديه كان بنفس الطريقه ونفس الاستراتيجي، والافونتاج هذه المره هي انهم كانوا كيستغلوا الفيديوهات ديالهم الاكثر انتشارا في مصر باش يتيزيو الدخول ديالهم للسعوديه. وفعلا هذه الخطه ديالهم نجحات، وبلبن قبل ما تدخل كانوا الالاف ديال السعوديين كيتسناوها وباغيين يذوقوا لي ديسير ديالها. نفس هذا الشيء طبقوه في الامارات، في الكويت، في الاردن، ثم في المغرب. وكاملين شفنا اش وقع بمجرد دخول بلبن للمغرب. الاهم في قصه نجاح بحال هذه اللي كتسوق ليها بلبن هو انه فاش يوقع لك شي مشكل واخا تكون انت متضرر منه فانت كتخرج منه رابح اكثر ما كتخسر، وعاد ما كتزيد معاه الشهره ديالك. فمثلا فاش زاد الزحام اكثر من القياس واضطرت السلطات توقف المحل ديال بلبن، يقدر يبان لك ان هذا مشكل خسرت منه الشركه، ولكن بالعكس هذا الشيء كيزيد يقوي الصوره ديال بلبن كبراند جيد دار الثوره في اي مارشي دخلت ليه، وكلشي باغي يحاربها لانها باغا تخدم الناس كاملين. وهذا هو نفس المثال اللي وقع مع مشروب ريد بول في اول توسع ديالهم خارج النمسا. اول توسع ديال شركه ريد بول خارج النمسا كانت في المانيا، لانها كانت اكبر دوله حدا النمسا اقتصاديا وحتى في الاستهلاك ديال الشعب ديالها. ولكن من وراء الدخول ديالهم لالمانيا باشهر قليله السلطات الالمانيه وقفاتهم من عاد تسويق مشروب ريد بول في المانيا كامله بسبب المكونات ديال المشروب واللفه ديالو اللي ما كانش مفهوم. وفي هذا الوقت فين كلشي قال ان هذه غتكون ضربه قويه لريد بول وغتقدر تدمر اي خطط مستقبليه ديالها في التوسع خارج النمسا، بان من بعد ان هذه كانت هي اكبر اكسيون ماركتينغ في صالح ريد بول، لانها بينات على انها البراند اللي جايه تغيفولوشوني المارشي وحتى واحد ما فاهمها او لا قادر يوقفها. وهذا الشيء اللي وقع مع بلبن. من هذه القصه ديال بلبن والدخول ديالها للمغرب اهم حاجه خصنا نلاحظوها كمغاربه في وسط هذا الشيء هما لي زوبورتونيتي الكبار اللي غيتخلقوا في المارشي المغربي بهذا الدخول ديال بلبن وكيفاش نقدروا حنا نستغلوه. وهنا بغيتك تعطيني دماغك وتركز معايا مزيان فاش كتجي تقارن المغرب مع دول الشرق الاوسط وخصوصا مع مصر في التطور ديال المستوى ديال التسويق كتلقاهم هاربين علينا بزاف. وهذا الشيء في الصراحه من ديما كاين، ولكن دابا بلبن بدلات كيفاش كنشوفوا هاد الفروقات. شحال هادي كنا كنشوفوا البراندات المصريه كيديروا تسويق موجه للمصريين والبراندات المغاربه كيديروا تسويق للمغاربه، وبالتالي ما كناش كنلاحظوا هاد الفروقات بزاف. ولكن اللي دارت بلبن دابا هي انها جابت براند مصريه للمغرب ودخلت في منافسه مباشره مع الماركات المغربيه، وهذا الشيء غيبدل بشكل كلي المارشي ديال الريستوراسيون في المغرب. اللي غيوقع هو ان الالاف ديال البراندز ديال الماكله في المغرب غيكونوا متبعين بلبن وغيحاولوا يديروا بحالها، ولكن ما غيعرفوش لان الاغلبيه ديال المولين هاد البراندز هما ناس كبار اولا بعاد على الديجيتال. وهذا الشيء غيخلي جوج ديال الفرص في المارشي. الفرصه الاولى الا كنتي انفستيسور هذه هي الفرصه باش تانفيستي في براند ديال الريستوراسيون وتدخل ليها طرق جديده ديال الماركتينغ عن طريق الاي جي سي، عن طريق اليو جي سي، عن طريق تيك توك وعن طريق جوجل ماي بيزنس. اما الا كنتي شخص عادي باغي يبدا البروجي الاول ديالو فهذه هي الفرصه انك تعرض على هاد لي ريستورون انك انت دير لهم الماركتينغ ديالهم وغتقدر تجيب معاهم بالسرعه دي ريزولطا، لان المغرب مارشي باقي خاوي. ونفس الشيء اللي كنطبق على الريستوراسيون كنطبق على بزاف ديال المجالات في المغرب كامله، ولاو الشركات فيها كيحسوا براسهم ديباسي وباغيين ينفيستيو في الماركتينغ ديالهم. خاص غير اللي يعرض عليهم السيرفيس وخطه واضحه باش يديروا هذا الشيء. وفي الاخر الا كنتي مهتم تتعلم الماركتينغ وتبيع هاد لي سيرفيس ماركتينغ اللي كيتطوروا بسرعه رهيبه في المغرب، اولا تبدا اول بروجي ديالك كاجونس ماركتينغ، ولا عندك بروجي ديالك وباغي دير ليه الماركتينغ لراسك بلا ما تعول على حتى واحد، فالماستر كلاس ماركتينغ ديالنا مصايبه ليك. هي ماستر كلاس مفصله كنشرح فيها 10 ديال لي سيرفيس وديال لي بيزنس موديل ماركتينغ في المغرب كاملين تقدر تبداهم دابا في المغرب بلا خبره وبكابيتال اللي صغير بزاف. كنشرح لك بالتفصيل كيفاش دير كل سيرفيس خطوه بخطوه وكيفاش تلقى لي كليون ديالك في المغرب في 2025. الثمن ديال الماستر كلاس هو 1900 درهم، وفي هذا الشهر دايرين تخفيض في الثمن ديالها اللي ولا ب 1200 درهم، عرض اللي ما غنعاودوش نديروه من بعد. فالا كنتي مهتم هذه هي الفرصه ديالك باش تنضم لينا. قلب على masterclassmaroc.com ولا كليك على اللين اللي غتلقاه في الديسكريبسيون تحت لا فيديو ثم دير التسجيل ديالك بطريقه عاديه ومرحبا بك. هذا مكان